صباح الزهور مصطفى والدلمامور. زهريك زورة وجميلة لم تمسها دب الأنامل، وردة كوكسينية وبديعة حازت الكاس في الخمايل، الورود رشفت رحيقة وعشرقت حليق العسايل. ايه علاقتك بورودي غير تميس ليها وتمايل، غير تميس ليها وتمايل. الورود عارت رحيقة وعشرقت حلق العسايل. صباح الزهور مصطفى والدلمامور. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد الله نحن الليلة في الحلقة 27 وحنتكلم فيها عن أفكار واعدة للتشجير. إخواننا، مفروض الدولة تهتم بمعلم الابتدائي، لأنه معلم الابتدائي ده بيحمل الأمة على أكتافه وبيقودها بفكره وجهده. الليلة صباح الزهور بتحيي مدرس الابتدائي في كل مكان، ونحن الحقيقة عندنا رسالة له وبنطلب منه يغرس لنا المعرفة والثقافة. وحقيقة معلم الابتدائي زي ما بيغرس المعرفة في عقول النشء وبيزرع القيم الأصيلة في دواخلهم، بنطلب منه يساعدنا في نشر ثقافة التشجير للنشء. أستاذ واحد في كل مدرسة ممكن يغرس الثقافة دي في كل طلاب المدرسة. نحن يعني فكرتنا أنه نبداها بالطلاب المتفوقين، عاوزينه يعني يربط لنا التفوق بالتشجير. يعني الأول في كل صف من 8 فصول من أولى لتامنة المدرسة تمنحه شتلة يغرسها ويرعاها ويكتب اسمه عليها، يعني حتى لو جاء بعد 20 سنة وهو رجل كبير بيلقى الشجرة باسمه وبيتذكر أيامه وأيام التفوق. ونحن دارين نخلي باقي الطلاب كل واحد فيهم يتمنى يتفوق عشان تزرع الشجرة باسمه في المدرسة. المشروع ده بكلف، الشتلة بتكلف 10 جنيه، شتلة طولة 1.5 متر تكلف لها 10 جنيه، يعني شجرة كبيرة. ولل8 فصول من أولى لتامنة الأوائل فيهم دي 80 جنيه. أقل مدرسة ابتدائية فيها 500 طالب، يعني ال80 جنيه دي لو قسموها على ال500 طالب معناها نحن لو كل طالب ساهم ب16 قرش، 16 قرش دي ما في الشهر، في السنة كلها حيكون صندوق التشجير فيه ال80 جنيه بتاعتنا اللي احنا محتاجين ليها. والصندوق ده ممكن يسمى يعني صندوق التشجير، صندوق التفوق. وممكن واحد يقول لي يا أخي 80 دي ممكن يدفع واحد من أولياء الأمور، يعني يدعم بها المشروع كله لسنة يعني. لكن لا، نحن الحقيقة دايرين الطالب يساهم ويدفع 16 قرش دي في السنة ويحس أنه هو ساهم في شجرة التفوق دي. والطالب المتفوق بحس أنه بيرعى في الشجرة دي نتيجة تفوقه. المدرسة كل سنة بتضيف 8 شجرات ظليلة وجميلة بيلعب تحت الأطفال ويستظلوا بفيها الظليل. دايرين في كل مدرسة معلم واحد يعني يشرف على شجرة التفوق. وأنا والله ما عندي أي مانع أن أقدم المشورة سواء للمعلم أو المتفوق، وتلفوني 4723 موبايل. وبعد تشجير المدرسة الفكرة حتنتقل للحي، والطالب المتفوق ده أكيد حينشر الفكرة للحي اللي بيسكن فيه والشارع اللي فيه بيته وكده. والطفل ده يعني لما يكبر حيساهم في المجتمع بتاعه مساهمة فوق التصور في تشجير المنشأة التي يعمل فيها والمدينة التي يسكن فيها.
أنا قابلت يعني واحد من المسؤولين اللي هو مولانا المهندس يوسف عوض الكريم، كان مدير عام وزارة التخطيط العمراني، وهسه هو وزير للتخطيط العمراني في ولاية الجزيرة. وحقيقة هذا الرجل أخضر، ساهم مساهمة كبيرة جدا في نشر الخضرة في الخرطوم لما كان في الوزارة هنا. سألته مرة من أين أتتك هذه الخضرة والاهتمام بها، فقال لي إنه أستاذه في الأولية في أحد قرى الجزيرة هو الغرس فيهم هذا الغرس. وأنا حقيقة بعتقد إنه المعلم ده في أصقاع الجزيرة هو الذي شجر الخرطوم، مش المهندس يوسف عوض الكريم. شكرا جزيلا، مع تحياتي مصطفى الدمام.